اليوتيوب في الوقت الحالي بقى واحد من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم، وده خلى كتير من المشاهير يستخدموه عشان يوسعوا شعبيتهم أو يتشهروا من الأساس، زي جاستن بيبر واللي يعتبر من أوائل الفنانين اللي استخدموا اليوتيوب عشان يجذبوا انتباه المعجبين، وكان دايما بيشارك مع الناس الموسيقى بتاعته والأغاني بتاعته على اليوتيوب، واللي وصل عدد متابعينه دلوقتي لحوالي 70 مليون متابع. ونقدر نقول إنه من أوائل الفنانين اللي أثبتوا نفسهم على الساحة الفنية من خلال اليوتيوب بس. دوين جونسون والمشهور بزاروك، واللي بيحب يشارك مقاطع من حياته اليومية على اليوتيوب والتدريبات بتاعته ومشاريع الأفلام، وده بيخليه دايما قريب من جمهوره اللي بيوصل ل 200 مليون متابع. رايان رينولدز، واللي بيحب يشارك محتوى فكاهي وإعلانات عن أفلامه مع جمهوره، والناس بتحبه عشان شخصيته المرحة وده بيزود من تفاعله مع المعجبين، واللي وصل عددهم ل 4 مليون ونص متابع. وآخر حاجة أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، واللي تقريبا فتح قناة اليوتيوب بالمشتركين بتوعها. يعني تخيل تفتح قناة يوتيوب الصبح فتستلم الدرع الذهبي بالليل، اللهم لا حسد يعني.